والمعركة اللي فتحت للمسلمين طريق بعد 88 سنة لاسترجاع مكان مقدس ليهم وهو بيت المقدس. في الحكايه اللي فاتت اتكلمنا عن صلاح الدين وازاي وحد الجبهه الاسلاميه ووضع الخلافه الفاطميه الشيعيه. لو ما شفتش الفيديو انزل دلوقتي في الوصف هتلاقي اللينك، شوفه وتعالى كمل الحلقه. المهم ان صلاح الدين لما مسك مصر بقى هو المسيطر على الساحه، قال لك انا لازم امن نفسي وامن مصر كلها، وطبعا هيبدا ايه بالعاصمه واللي هي القاهره. فقال لك انا هعمل سور ضخم، بالاضافه قال لك انا هعمل قلعه وهي قلعه صلاح الدين الايوبي او قلعه الجبل، وبناها علشان تكون مقر للحكم بدل القصر الفاطمي، وتكون حصن لو حصلت اي ثوره داخليه وخصوصا من الفاطميين اللي لسه عايشين في مصر، وتبقى زي مدن الشام اللي كانت كل مدينه ليها قلعه بتحميها. واستخدم اسرى الصليبيين في بناء القلعه، بس للاسف القدر ما استنهوش ومات قبل ما يكمل السور وقبل ما يكمل بناء القلعه، ويقف البناء لحد ما يجي الملك الكامل ويكمل القلعه ويتخذها مقرا للحكم ويكون هو اول شخص يحكم فيها. المهم شاف العاصمه خلاص انا كده امنتها، هبدا افكر تاني يا ترى هامن ايه؟ قال لك العدو جاي من ناحيه البحر، انا لازم امن السواحل، واول مدينه بدا بيها هي مدينه الاسكندريه، وقرر ان هو يبني سور ضخم يلف حوالين المدينه كلها، وبعدين يتوجه لدمياط. المدينه ديت هو اللي قال لك انا لازم انشف عليها بنفسي، والفعل خرج بنفسه وخد معاه 2 من ولاده، وهناك بدا يبني برجين ضخمين وربط بينهم بسلسله حديديه تمنع اي سفينه ان هي تعبر الميه، وبدا يجدد الاسوار ويرممها وخلي المدينه جاهزه لاي غزو. وهنا بقت القوه الاسلاميه قوه عظيمه تحت يد رجل واحد وهو صلاح الدين الايوبي، على عكس الصليبيين. وفي الوقت ده ان الملك عموري كان مات وساب على عرش مملكه بيت المقدس ابنه الصغير بلدوين الرابع، وما كانش مؤهل للحكم، فتم اختيار رموندي الثالث امير طرابلس ان هو يكون واصي عليه، بس شاركوا في الوصاية عليه سبيلة اخت الطفل الحاكم واللي كانت متجوزه مرتين، جوزها الاول مات وجوزها التاني وهو جاي لزوان، بس الدنيا باظت اكتر لما الطفل مات وقامت صراع على الحكم، وانتهى ان لزوان هو بقى ملك بيت المقدس. وفي عز ما صلاح الدين الايوبي كان بيجهز نفسه مستعد لاي حاجه، ظهرت معانا شخصيه من احقر الشخصيات في تاريخ الصليب، وهو حاكم حصن القرن الحاكم ارناط، واللي اتقبض عليه زمان من نور الدين محمود واتحبس لمده 16 سنه، ولما خرج كان عايز ينتقم وبدا يفكر ان هو يهدد الحرمين الشريفين، ان هو ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينقل جسمانه لبلده. ايوه زي ما سمعت كده، وصل بالجنون وان هو يعمل الموضوع ده. قال لك انا اول حاجه لازم اعملها هسيطر على البحر الاحمر، بس للاسف البحر الاحمر كان مغلق قدام اي سفينه غير اسلاميه. وصل للحجاز وبدا يستخدم الخونه من البدو وخدهم كدليل، واتسلل لحد ما وصل هو وجيشه قدام المدينه المنوره. وصلاح الدين اول لما سمع اتجنن وما استناش وبعت لاخوه العادل على طول، وقدر يقضي على كل الجيش واثر الباقي، واللي هرب بس باعجوبه الحاكم ارناط، وامر صلاح الدين ان يقتل ويعدم كل الاسرى الصليبيين. وبدا صلاح الدين يتوجه لحصن القرن، ولكن بسبب تحصينات الحصن ما قدرش يخشوا، وعمل هدنه لمدتها 4 سنين مع حاكمه اللي بيعرف في الكتب الاوروبيه باسم الفارس اللص. وبعد سنتين يبدا السبب الاساسي واللي خلي معركه حطين تحصل، وهو ان كان في قافله طالعه من القاهره رايحه لدمشق، قافله اسلاميه رايحه فيها فلوس كتير فيها حاجات كتير، ويقال ان اخت صلاح الدين الايوبي كانت موجوده في القافله دي. وعلى الفور الفارس اللص اللي احنا لسه قايلين عليه احقر شخصيه هجم على القافله ديت واستولى عليها بكل اللي فيها، مش بس كده لا هو اساء المعامله لكل اللي فيها. فصلاح الدين اول لما عرف عمل ايه؟ بعت لحاكم الحصن قال له انت رجع كل اللي خدته ورجع الاسرى والغنائم. فرح حاكم حصن الكركه قال له ايه؟ فلياتي محمدكم ليخلصكم، يعني النبي بتاعكم خليه يجي يخلصكم. فساعتها صلاح الدين قال لك بس جابوها لنفسه، واعلن الجهاد في البلاد الاسلاميه كلها وبدا يجهز الجيش كله. وصل صلاح الدين لمكان قريب من طبريه وعسكر فيه بالجيش، وقال لك بص انا هبعت فرقه استطلاعيه تروح لعكا، والفرقه ديت هتعدي من اماكن تابعه لامير طرابلس. تم الهجوم عليها والمسلمين قدروا ينتصروا، الصليبيين
الصليبيين قالوا السبب الخيانه وسبب الهزيمه كان ايه؟ روموندي التالت. محمد روموندي قال لك بص انا مع الصليبيين يا شباب. في الوقت ده صلاح الدين مسكت راح مهاجم طبريه واستولى عليها وحاصر القلعه بتاعتها، كانت فيها مرات روموندي التالت. جمع الجيش الصليبي كله في صفوريه وبدا اجتماع في عكا. الاجتماع بداوا يتناقشوا فيه. راي شاف ان احنا يا جماعه نستنى صلاح الدين يجي عندنا وان هم يروحوا لصلاح الدين يواجهوه، وبداوا يتحركوا بالجيش. وكان الجو حر جدا لدرجه ان كان في جنود بتموت بسبب شده الحر وعدم وجود الماء. بدا الصليبيين يمشوا لحد ما وصلوا لتلال حطين. عاشوا يوم من اسوأ ايام حياتهم. اليوم ده حر كان بيسيحوا فيه ومش لاقيين ميه. ومش بس كده، المسلمين بدأوا يهاجموا عليهم بالليل وبدأوا يشعلوا النيران حوالين المعسكر بتاعهم. وفي صباح اليوم التالي تبدأ المعركة الحاسمة، وبدأ المسلمين في حصار كل الصليبيين من كل ناحية، والهجوم عليه من ميمنة والميسرة، والهجوم من كل الاتجاهات، والصليبيين متحاصرين وأشعة الشمس عالية جدا والجو مش عارفين يعملوا ايه، لحد ما ظهرت ثغرة واحدة قدام روموندي الثالث أميل طرابلس. والثغرة ديت كانت فخ ليهم. فروموندي الثالث استغل الثغرة وهجم منها وطلع، بس اتفاجئ ان هي خدعة وان المسلمين خدعوه فصلوه عن الجيش. فوقتها خاف على نفسه ورجع لإمارته. في الوقت ده الصليبيين حسوا بان هو خاين وان موقفهم بقى أسوأ وانتهت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين. وبسبب ان اللي اتقتل في المعركة ديت كمية ناس كتير، فاللي كان بيشوف عدد الجثث كان بيقول مستحيل ان في حد اتأثر، ولو حد كان جه وشاف عدد الأسرى كان هيقول مستحيل ان في حد اتقتل. ومن بين الأسرى كان ملك بيت المقدس وحاكم حصن الكرك. وصلاح الدين جاب ميه واداها لملك بيت المقدس، بس ملك بيت المقدس راح مديها لحاكم حصن الكرك. فراح قايل له صلاح الدين اللي اداك الميه تشربها كان ملك بيت المقدس مش انا، عشان كان في عادات العرب ان لما المسلم او العربي يدي ميه للعدو فكده بيقول له ان حياتك امنه، انا مش هقتلك. وعلى الفور صلاح الدين قرر ان هو يقتل حاكم حصن الكرك وقطع راسه. وقتها ملك بيت المقدس كان خايف جدا، فكر ان هو اللي هيتقتل بعده، بس صلاح الدين قال له مفيش ملك بيقتل ملك، وسابه في الاسرى ومشي. ومعركه حطين نقطه مهمه في التاريخ علشان نتائجها كانت عظيمه جدا، ان هو اتقتل عدد كبير من الصليبيين، اتأثر كتير منهم، بقى مفاتيح بيت المقدس مفتوحه قدام المسلمين، مفيش ولا حاكم بيحكمها ولا جيش يدافع عنها. بس المشكله ان صلاح الدين بدأ يغير الخطه بتاعته وقال لك انا بدل ما اروح لبيت المقدس انا هعمل حاجه جديده وحاجه مختلفه. قال لك انا مش هسيب ورايا اي خطر من الصليبيين، وقال لك انا هبدا بالسواحل، واستولى على مدينه ورا الثانيه ورا الثالثه لحد ما يوصل لمدينه سور، واللي يبدا يحاصرها ويحاول بكل الطرق ان هو يستولى عليها ويشوف ان الحصار ملوش اي لازمه ويقرر يمشي لبيت المقدس. طب ليه اصلا المدينه دي كانت صعبه جدا؟ لان صلاح الدين لما كان بيفتح المدن الساحليه كان بيخير سكانها ان هم يقعدوا في المدينه ويدفعوا الجزيه او يخرجوا، فكان معظمهم كان بيفضل الخروج واتجمع كلهم في المدينه ديت. واصبح معظم المقاومه الصليبيه في الشرق واتجمع في مكان واحد وهي مدينه سور، بالاضافه لحاكم مدينه سور واللي كان رافض تماما ان هو يسلم المدينه مهما كان الامر، لان صلاح الدين عرض عليه ان هو يرجع له ابوه من القصر مقابل المدينه ولكن رفض، بالاضافه الى تحصيناتها الطبيعيه واللي خلت صلاح الدين ما يقدرش يفتحها، فاتجه على بيت المقدس. في الوقت ده الحمايه الصليبيه اللي كانت موجوده هناك رممت السور، بس اللي حصل ان صلاح الدين قال لهم هتحاربوا ولا لا؟ انا كده كده هاخدها عافيه. فروحنا هنحارب. اول ما بدا الهجوم قال لهم خلاص احنا بنستسلم من صلاح الدين. فصلاح الدين قال لهم تمام، هدخل المدينه، اللي عايز يقعد فيها يقعد هيدفع الجزيه، اللي عايز يخرج منها يدفع فديه. بس حددها بقى صلاح الدين بحاجات، ان اي رجل يخرج هيدفع 10 دنانير، و5 لكل ست، و2 لكل طفل، بالاضافه ان البطريرك بتاع الكنيسه نفسه يخرج بدفع 10 دنانير وياخد معاه كل الذهب بتاع الكنيسه، وان رافض يدفع لاي فقير مسيحي فديه عشان يخرج معاه. وقتها قرر صلاح الدين ان هو يدفعوا من ماله الخاص للفقراء المسيحيين ويخرجوا. ودخل صلاح الدين بيت المقدس وكان موافق يوم الاسراء والمعراج، واحتفل المسلمين احتفالا عظيما. وكان دخول صلاح الدين بيت المقدس كان صدمه كبيره في اوروبا، فاعلنت الكنيسه والبابويه حمله صليبيه جديده وهي الحمله الصليبيه الثالثه، ومش اي حد دخل فيها، ده ملوك اوروبا نفسهم، والعالم كله كان مستني يا ترى ايه اللي هيحصل في الحمله ديت، هل هتنجح ولا صلاح الدين ليه كلام تاني؟ هنعرف الحكايه كامله في الحلقه الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.